في تحليلي لفوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا برباعية، زي ما بنقول مفيش فريق بطل من غير حارس بطل، وإن الحارس نص الفريق. دلوقتي نقدر نقول إن مفيش فريق بينافس على كل البطولات، فريق قوي، فريق بقيمة الأهلي من غير مهاجم قوي، من غير ما يكون عنده مهاجم قناص هداف بيستغل أنصاف الفرص، بيقدر يسجل من أقل الفرص أهداف، مهاجم بيسجل بيمينه وبشماله من داخل ومن خارج منطقة الجزاء، مهاجم بيسجل بالراس، مهاجم بيسجل من ضربات جزاء ومن كرات ثابتة. ومش بس كده، مهاجم بيقدر يصنع أهداف. دايما في السنين اللي فاتت في الأهلي كنا بنشوف إن الأهلي بيضيع نقاط في ماتشات، بيضيع ماتشات في بطولات، وبيضيع بطولات كتير بسبب إن مفيش عنده مهاجم قوي يخلص الاداء قدام او يخلص الهجمه قدام بهدف. فمن كل 10 فرص ممكن تجيله في المباراه بيقدر ان هو يسجل هدف، واوقات بيخرج من المباراه من غير ما بيسجل اهداف. الاهلي النهارده لو شلت اداء وسام ابو علي وسحبته، او سحبت الاداء والمساهمه بتاع وسام من اداء الاهلي النهارده، هتلاقي ان الاهلي ما عملش اي حاجه في الملعب، لا شيء لاداء الاهلي، سواء خط الدفاع، سواء خط النص، سواء خط الهجوم. لو استثنيت اداء وسام ابو علي ومساهمه وسام في مباراه سيراميكا كليوباترا، هتلاقي ان خط الدفاع عندك النهارده مرتبك بمعنى الكلمه، مرتبك بشكل كبير جدا. كل كوره بتروح علينا بتشكل خطوره. فريق سيراميكا كليوباترا بيسجل هدف من 1-2 من بدايه نص الملعب، وبيقدر يروح بيها وبيدخل بيها منطقه الجزاء، وبيسجل هدف سهل جدا. مش دفاعات الاهلي اللي تستقبل الهدف ده. لو جيت تبص على نص الملعب هتلاقي ان مروان عطية طبيعي ما يكونش في افضل حالاته، دايما بيباصي بشكل غلط، واكرم توفيق بدنيا مش في افضل حال، وقفشه كان بيحاول على استحياء. لو جيت تبص على الخط الامامي هتلاقي ان كان عندك لاعب زي رضا سليم يعتبر مش موجود في المباراة، لانه بيلعب في مركز الجناح اليمين وما بيقدرش يقدم فيه افضل اداء، فما كانش مؤثر. في مركز الجناح الشمال كان بيلعب امام عاشور، وعايز اقول لك ان امام عاشور الفترة الحالية بيلعب لنفسه قبل ما بيكون بيلعب للفريق، بيلعب بشكل فردي، ما بيلعبش بشكل جماعي، بيلعب لامام عاشور قبل المجموعة، وده شيء سلبي في امام عاشور. كام فرصة ممكن يصنعها امام عاشور وسبب تأخره بتضيع علينا، كام كرة مفروض يبصيها وبياخد قرار التسديد والكرة ما بتطلعش بشكل كويس. امام عاشور محتاج يلعب بشكل جماعي. وسام ابو علي هو اللي كان النهارده موجود في التوب من مستواه، بيساهم في 4 اهداف. وسام ابو علي لولا وجوده النهارده في المباراه كان الاهلي هيخرج بالنتيجه بالتعادل او بالخساره. لكن مهم جدا ان يكون عندك مهاجم لعيب يقدر، وانت الفريق مش في افضل حالاته والفريق مش في افضل مستوى والفرص مش كتير، يقدر يستغل انصاف الفرص دي ويسجل منها اهداف. لو شفت الهدف الاول اللي سجله وسام ابو علي هتلاقي ان الكرة يعني واقف وسام، وبعد كده الكرة بتجيله بشكل مفاجئ، وهنا وسام ابو علي كان قراره الاول انه يسجل او يسدد على الارض. وسام ابو علي في الكرة دي كان مركز بشكل كبير جدا، وكان قاري اللعب، وده بيميز وسام بشكل كبير جدا انه يكون قارئ لمسار اتجاه الكرة وبيتابع بشكل كويس. في الكرة اللي حصل عليها ضربة جزاء وسام ابو علي، لو شفت وسام هتلاقيه برضو بيقرأ مسار الكرة بشكل كويس جدا، تابع الكرة وكمل ولعب الكرة برجله اليمين او الشمال الاول، وبعد كده بيحصل على ضربة جزاء من فريق سيراميكا كليوباترا. في الهدف اللي سجله كالعادة زي ما قلنا ان انت مهم جدا تستغل انصاف الفرص، وضربة الجزاء دي او في الكرة اللي هي الهدف اللي سجله من خطأ ده نسبة تحقيقها مش عالية، لكن وسام ابو علي قدر ان هو يسجل هدف من خطأ، وده شيء مش متعودين عليه في مهاجم الاهلي. الهدف الرابع وحلاوة الهدف الرابع اسيست بوش الرجل من وسام ابو علي لعمر كمال عبد الواحد. اسيست من بداية الاسيست، استلام الكرة بالدوران والسندل قدامه، دوران واستلام على الطاير، بعد كده قرار ورؤية، اتقان في القرار في الباص بوش الرجل لعمر كمال في مساحة خلف المدافع، بيقدر عمر يروح وبعيد عن الحارس وبيقدر يسجل هدف بفينش مميز جدا من عمر كمال. ده النهاردة